ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل المكرونة البشاميل، حبيبة الملايين، من الاكلات اللي كلنا بنحبها، وطعمها غني جدا وكريمي، وتعتبر وجبة متكاملة مشبعة جدا وبتخن، وانصحك ما تعمليهاش غير مرة واحدة في الشهر. بصوا، بسم الله ما شاء الله، يعني تاكلها من هنا وتاني يوم تلاقي ايه كيلو على طول. اهم حاجه يكون البشاميل كريمي، من الاكلات اللي ما ينفعش حد ما بيحبهاش. وكل ما كل مره بتطلع احلى من المره اللي قبلها، تعتبر محبوبه في مصر والوطن العربي كله. اول حاجه هنشوف الطريقه مع بعض. طبعا هنسلق المكرونه 3/4 سوا، وبعد كده هنعصج اللحمه. في ناس بتحط اللحمه الاول بعدين تحط البصل، وناس من اللي زي انا بتحط البصل وبعدين تحط اللحمه. جربي بقى تحطي البصل الاول وتشوحيها بقى كده تشويحتين حلوين، وبعدين تحطي اللحمه، بتدي طعم تاني خالص للحمه. جربيها، ان شاء الله تعجبكم. وبعد كده حطيت فلفل اخضر، وممكن كمان تحط فلفل الوان، بيدي طعم حلو قوي. وبعدين بقى ايه بننزل باللحمه ونقلب، وممكن بقى ايه طماطمتين صغننين كده، بتدي للحمه طعم حلو وتسكيره حلوه كده. ونبتدي بقى نقلب ونسيبها بقى إيه لغايه ما تستوي، تتعصج بقى وتستوي. وبنحط لها ملح وفلفل اسود ورشة بهارات. بس كده، ما بنكترش للحمة بهارات، يعني اللحمة غير الفراخ. الفراخ حطي براحتك، لكن اللحمة كل ما تقللي البهارات كل ما يبان ايه طعم اللحمة. بنسيبها بقى لغاية لما تستوي يعني، والطماطم كده بقى ايه تتسبك كده فيها وتديها طعم حلو. هنيجي بقى نعمل البشاميل. عشان البشاميل ينجح معاكي وما يكتلش، هنحط المادة الدهنية. طبعا نحط سمنة على زيت او زبدة على زيت. انا حطيت معلقتين زبدة على معلقتين زيت، وبنحط 4 معالق دقيق لكيلو اللبن. بعد ما بنحط الدقيق بنقلب بقى الدقيق كويس لغاية ما ريحته كده ما تطلع. وبعدين بنضيف اللبن مرة واحدة. هتضيف اللبن مرة واحدة وتكوني محضرة المضرب السلك بتاعك، وقلب قلب قلب كده، عمره ما هيكتل منك ابدا ان شاء الله. تفضلي بقى تقلبي كده على طول لغاية لما هتلاقيه تقل كده وبقى كريمي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهوريكم ما كتلش مني خالص الحمد لله. طيب يا بنتي يا منمن، لو كتل نعمل ايه؟ لو كتل منك هتسيبيه يبرد وتحطيه في الخلاط وتضربيه، تزودي له شويه لبن. بصوا انا بوريكم اهو، بصوا عامل ازاي كريم ازاي. طبعا هو بيتقل تاني بعد ما بيبرد، بيتقل عن كده. لو انت مش عايزاه اتقل من كده بتزوديه شويه لبن، او شويه من سلقه المكرونه، ميه اللي هي سلقه المكرونه. وممكن بالهاند بلندر وهو سخن كده هتضربيه يعني. لو هو كتل منك، لو كتل منك هتحطيه في تسيبيه يبرد وتحطيه في الخلاط، او تضربيه ايه بالهاند بلندر. وبعدين بنحط ملح وفلفل اسود، مش كتير عشان ما يسودهوش، ورش رش بسيطة كده جوز الطيب، يعني عارفين همسة همسة كده. وبنقلب وخلاص بقى ايه بنطفي النار عليه، بنسيبه بقى يبقبق كده بقبقتين. وبعد كده بقى ايه خلاص نبتدي بقى ايه نعمل بقى الصينية بتاعتنا. هناخد نص المكرونة نحط عليها معلقتين بشاميل ونقلبه كويس. وطبعا نكون محضرين صينية دهنينها زيت، ونحط الطبقة الأولانية بتاعة المكرونة ونفردها كويس. بعد كده هنجيب اللحمة اللي احنا معصجناها ونحطها على المكرونة ونوزعها كويس في الصينية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص بقى حطينا اللحمة، بنفردها كويس في الصينية. والنص التاني من المكرونة بنعمل نفس الحركة، وحط له كده معلقتين بشاميل. وبعدين نحط بقى طبقة المكرونة التانية، ونحط بقى البشاميل على الوش. خلاص بقى ايه بعد ما حطيت طبقة البشاميل كلها، ممكن بقى نحط على الوش بقى ايه جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا. لو عندك جبنة تركي ممكن تحطي برضو رشة كده، بتخلي طعمها حلو قوي. فانا حطيت شوية جبنة موتزاريلا كده على الوش، وبنحطها بقى في الفرن. ما بتغيبش، ما فيش 10 دقايق بالظبط، وشها يحمر وبتطلع وبألف هنا. وطبعا احنا ايه ما بنصبرش على الحاجة تبرد.
طبعا هي لما بتبرد على فكرة القطعة بتبقى بقطعتها، يعني ايه القطعة بتبقى ايه زي كيك كده، لكن احنا ما بنصبرش فانا غرفتها وهي سخنة. وزي ما انتم شايفين بالشكل ده، والف هنا وشفا عليكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تحطوا له لايك وتشتركوا في القناة لو ما انتوش مشتركين. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.